يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا 3 مواضيع كده، تعالوا نتكلم فيهم. أول موضوع معانا وهو حديث الساعة، لجنة الحكام والأهلي ومصير أوسكار رويز والقصص دي كلها يعني. طيب خلينا نتكلم بقى في الحاجة المفيدة، يعني خلينا نقول القرار اللي هو فعلا مفيد في القصة دي كلها. لا بقى شكوى أهلي ولا عقوبة حكم ولا أي حاجة. القرار المفيد إيه؟ إن كان في اتجاه قبل الأزمة ديت بنسبة 99% و9 من 10 إن اتحاد الكورة يجدد عقد أوسكار ريوز لمدة موسم كمان، بنسبة 99% و9 من 10 قبل أزمة الأهلي الأخيرة إن اتحاد الكورة كان هيجدد عقد أوسكار ريوز لموسم كمان. طيب إيه اللي حصل بعد الأزمة الأخيرة ديت؟ النسبة اتغيرت، بقت 99% و9 من 10. أوسكار ريوز مش مكمل الموسم الجاي. شايفين القصة دي كلها؟ قلبت القرار، غيرت القرار. الراجل مكمل لنهاية الموسم، ده مفهوش كلام. الكلام اللي بيقولك ان هو مسافر بلده وكان راجع بلده والكلام ده كله يعني مكمل الاحترام، الكلام ده غلط. راجل مكمل نهاية الموسم، على فكرة واخد الموضوع ببساطة يعني شديدة، يعني كأخطاء ولا حاجة، لا قالك إن الدنيا سهلة، يعني الكرة مفيهاش حاجة والدنيا تمام يعني. غلط طبعا وعمل كارثة في تصريحاته. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ متوصاش، أول ما سمع منه الكلام ده خرج لنا احنا، ساعتها كنت موجود في مشروع الهدف، وقال لك الراجل بيقول إن هو مجالوش خطابات الموسم اللي فات من الأهلي إن هو عايز حكام أجانب في ماتش القمة والخناقة اللي حصلت دي يعني. وطلع بعد كده في الميديا في أحد البرامج التلفزيونية نيل الدنيا أكتر. فيعني خلينا نقول إن القرار دلوقتي خلاص يعني بقى متاخد 99% و9 من 10 إن الراجل ده مش مكمل بقرار من اتحاد الكورة أو مش هيجددوا له عقده. طيب ليه؟ أول سبب بسبب المشكلة الأخيرة بتاعت الأهلي. تاني سبب تصريحاته اللي كانت بموافقة اتحاد الكورة بالمناسبة يعني، واتحاد الكورة اختار له البرنامج اللي هو يطلع فيه والكلام ده كله، ولكن طريقة صياغته لتصريحاته والمشاكل اللي عملها دي كان عليها علامات استفهام كتير أوي أوي أوي. فالراجل ده مش مكمل. بديله مصري ولا أجنبي؟ هو يعني المهندس هاني أبو ريدة ونائبه المهندس خالد درندلي بيميلوا إن الراجل يكون أجنبي، ممكن عضو كمان من المجلس يعني. وأما الأغلبية يقولك لا ملوش لازم، ممكن يكون مصري، لكن طبعا يعني القرار في الآخر بيبقى القرار الكبير، لأن طبعا